ولا عايزين نسمع ان احنا متآمرين عليكم، ولا عايزين نسمع ان احنا هنقضي ال20 السنه الجايه ننظف في الفساد والفاسدين من رجال الاعلام والاعمال مش عايزين نسمع الكلام ده. دوري في التلفزيون المصري كان دور محترم، وحضرتك لو اتفرجت على كل البرامج تعرف كويس قوي انا كنت بعمل ايه، ويوم 25 قلت ايه. ماذا يحدث في ميدان التحرير الآن؟ والله هو لا زالت التجمعات موجودة في ميدان التحرير، وطبعا مندس بينهم مجموعة كبيرة من الإخوان، وكل اللي بيحصل ده للأسف الشديد نتيجة اللي حصل من الإخوان والرسائل SMS. حق الجماهير في التعبير عن مطالبها ده حق مكفول، لكن يجب أن نحذر اندساس عناصر كما حدث اليوم من جماعة الإخوان وغيرها من بعض الحركات الفوضوية. أنا يعني أثق في حكمة الرئيس مبارك. يا راجل مع ان مش باين على وشك وحياة ربنا ايه ده الكلام ده؟ هل كان الهدف الوصول لمرحلة بوعزيزي والوصول لمرحلة تونس؟ خلونا بقى بنتكلم بوضوح هو المرحلة كانت ببساطة شديدة جدا يعني؟ لا، المرحلة كانت استثمار الدم المصري، واستثمار دمه في فوضى شاملة. بعض المواقع بتبتكر اخبار وبتضعها على التويتر وعلى الفيسبوك وبتنشرها. ماذا يحدث الآن في ميدان التحرير؟ هو ميدان التحرير لا زالت التجمعات متواجدة، والقيادات الأمنية والأمن كله متواجد حواليهم. هم مصرين بيجيبوا دلوقتي يعني بتجي لهم للأسف الشديد كميات كبيرة من السندوتشات والأكل والشرب والعصاير، وقاعدين بيعملوا اتصالات. منين يا جمال؟ منين الحاجات دي؟ معنى كده ان في جهة ما منظمة بتروح وليها كوادر بتروح تشتري وبتدفع. الفلوس دي جايه منين؟ يا رب يعدي عليكم اتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت ما يعرفوا يلموا رجلين من دراعات. وحضرتك لو اتفرجت على كل البرامج تعرف كويس قوي انا كنت بعمل ايه، وتعرف كويس قوي وقت الثوره انا طلعت قلت ايه. خلوا بالكم لو شفتوا جنسيات غير مصرية، لكنات غير مصرية، لهجات غير مصرية، أرجوكوا خليكوا واعيين، ما تخلوش حد يندس بينكم، لا يخش بقى حماس ولا يخش، مش عايزين الكلام ده. إذا تنحى الرئيس اليوم احنا يعني خسرنا كل المعركة. ندي الراجل فرصة، ادعوه يعني يعيش، وهو قال وسأموت بها. يعني افتكروا له حاجه حلوه، ما ينفعش يا جماعه، ادوا له فرصه يعرف يخرج بسلام وامان. هذا الرجل عمل من اجل مصر، هذا الرجل حارب من اجل مصر، يعني ادوا له فرصه. ابويا اشيله فوق راسي، ما ينفعش. وتربينا على احترام الكبير. ولما ابوك حتى لو حواليه لو غلط، عشان خاطر الدول اللي حوالينا الدول اللي حوالينا وتعرف كويس قوي وقت الثوره انا طلعت قلت ايه. هي ليه الاغاني الوطنيه بقت اغاني مايعه؟ ايوه، عارفه يعني ايه مايعه؟ برافو عليك. مايعه كده يعني ايه؟ اللي هو يلا لا مش كده بجد. عايزاك تغني، مش قادره، عايزه اسمع. نغني بقى عشان وقت البرنامج، تغني لي بقى نفسي اغنيتي المفضله. احنا بنغني وسط الجماهير ده يعني. اخر حاجه بقى عشان الجمهور اللي في ودني كله. سيد درويش، احنا ما بنعملش غير ان احنا بننقل الحقيقه. لا دلوقتي المظاهره في اقصى حجم ليها كانت كام يعني؟ مفيش مشكله انك تقول 2000، احنا عندنا 20,000 في مصر عادي يعني، مفيش مشكله ما تقلقش. احنا بنتكلم في 20,000 تقريبا الان في ميدان التحرير. تحيه لكل الشهداء، لكن برضو عشان اكون منصفه تحيه للرئيس مبارك. لكن بجد انا فخوره جدا ان انا مصريه. قد ايه حسيت ان بلدي لها قيمه لما قامت الثوره في مصر. كل حاجه اتغيرت يا جماعه، الدنيا اتغيرت. راجع كل علاقتي بالنظام السابق، وفخوره جدا بكل ما عملته في النظام السابق. انا كمان يجب ان احيي وزير التجاره السيد رشيد محمد رشيد، يعني رجل محترم من الناس اللي يعني كنت اتمنى ان يبقى في هذه الوزاره. واستثمروا اموال ضخمه في تطوير منظومه التعليم. فاحنا ماشيين في جهود ماشيه ممكن نتكلم فيها اللي هي الاستاذه لميس الحديدي، عارفين طبعا انها كانت مهندسه في الانتخابات الجمهوريه 2005. وانا قابلتك في حمله الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسيه في المعاد الماضيه. عشان انت برضه ان حضرتك كنت المنسقه الاعلاميه. هو كان في حمله لجمال مبارك؟ اول مره اسمع عن القصه. يعني يا اختي انا هقف هنا بس عند العمل الفني يا استاذ جمال. دي اول مره اسمع الموضوع ده. بأيد الرئيس
جمال مبارك فقط لا غير. عشان حافظ القوانين كويس وعنده سياسة غميقة كويس. اهلا يا دكتوره. اهلا بيك يا فندم. احييكي والله جدا. على قناه ايه حضرتك؟ انا عايزه ايه؟ انت اللي متصل. على قناه ايه حضرتك؟ لا ده مش سامعنا بقى. شكرا يا رضا. اتفضلي يا فندم. اول حاجه نفسي يبقى عندك ساعه صدر زي الاستاذ خيري رمضان. نعم انا مش سامعاكي. يبقى عندك ساعه صدر. ساعه صدر. ايوه اتفضلي. اتمنى بس ان حضرتك ما تقطعيش الخط واخد فرصه زي الناس اللي قبلي. طبعا حضرتك اتمنى ان حضرتك ما تقطعيش عليا الخط، بس بعد اذنك وانا مش هطول ان شاء الله. تحب تقول حاجه تانية يا استاذ بلال ولا ايه؟ ولا نكمل نص ساعه كمان؟ تحب اديك نص ساعه كمان يا استاذ عمر؟ اتفضل فاضل 7 دقائق. لا هذا ليس اسلوبا. لا يا فندم انا اسلوبي سليم ومتحضر ومحترم. بصي حضرتك. اتفضل. بصي حضرتك، ليس من الاحترام ان يقاطع المتحدث. فندم انا بحترم حضرتك لكن انا عندي وقت فاضل 7 دقائق. انا بتكلم على اسلوب الاداره. هنفضل موجودين عشان نقول لكم الحقيقه. مأمورية ضرايب قصر النيل وعابدين بتتعرض للاعتداء الان وبتتعرض للاقتحام. عندما ينتهي من المفاوضات مع كون الحريقه حصلت بعد كده يعني الله بقى ده يعني قدر لك. سنبقى ننقل لكم الحقيقه. بتحرق كتاب وصف مصر. انك تحرق اقدم مجمع علمي ثقافي في مصر. ده منشأ سنة 1798. ده كفر. ده انشأه نابليون بونابرت. نابليون بونابرت ايوه بتاع الحملة الفرنسية ايوه. سيدة لميس الحديدي ليست سيدة رداحة. لا معلش، لا انا مش هعدي دي. ومش عايزه اقول قله الادب عشان ما استخدمش الفاظ مش لطيفه. هو انتوا بتكلموا بتردوا على نفسكم؟ تقول لي خلينا نتكلم في حته تانية، ما تكلمني في الموضوع. لا انا مش فوق النقد ولا الحريه والعداله في النقد ولا الاخوان في النقد. انا بقبل النقد قوي، انا بقبل النقد جدا وبرد عليه. اتفضل. مش مهم تبقى معجب يا فندم، انا ما طلبتش اعجاب حضرتك ولا اعجاب الحريه والعداله ولا اعجاب الاخوان. هي الحقيقه بتزعل، اصلا بتوجع قوي يا ياسر، بتوجع قوي. طبيعي. ابويا علمني ابقى مؤدبه ومتربيه. انا ما بخافش من الهجوم، ما بيرعبنيش الارهاب، وهفضل اقول كلمه الحق وهنفضل ما نخافش مهما خوفتني، مهما طلعت عليا اشاعات غير حقيقيه. لو انت فاكر ان انت هتخش ترهبني فتكسرني فتكسر صورتي قدام الناس، اوعى تكون فاكر كده. برضو مش هتخوفني، برضو مش هترهبني. ما بخافش خلاص، ما بخافش. يا روح ما بعدك روح، ما بنخافش. يا ما نفسي يا كبيرة احلف برحمتك وبشبش الطوبة اللي تحت راسك، ويا ريتش ما تكون طوبة، يكون لغم يفرجع يكسر دماغك. يعني الدعوه اللي هتسمعها لنادي الحقيقه، يعني ربنا تكون من حدك ونصيبك. دي كانت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره. دي كانت لميس الحديد. صباح الخير.